السلام عليكم يا رجاله. دي مطوه اترفعت على الراجل ده. المطوه دي اترفعت على الراجل ده عشان بيقول للراجل يمشي ما تبيعش مخدرات قدام بيتي. فيا ريت حكومتنا الجميله تخلي رجالتها اللي في الشوارع اللي ماشيين بالصاعق واللي ماشيين بالمطاوي يخفوا علينا شويه. يا ريت يعني ده نداء، مش ان هم ينزلوا يمسكوهم، لا، قولوا لهم بس، يتصلوا بهم يقولوا لهم يخفوا علينا شويه. يعني بلاش مطاوي، بلاش الصواعق والكلام اللي ماشي في البلد اليومين دول. ويا ريت بقى الناس اللي بتطبل لهم وتقعد تشكر في فلان بيه وعلان بيه ينزلوا يشوفونا. ينزلوا يشوفوا. يعني يترفع عليك مطوه زي دي، انزل اشكر في فلان بيه واشكر في علان بيه. بس يعني ينزلوا يشوفوا اللي احنا فيه. او قول لي انت بتوصل له ازاي واحنا نوصل له. ايوه اشرف اديني السر والله، لو اديني السر وهيقدر يحقق لي المطالبي وهيقدر يحقق اللي انا عايزه ماشي، انا معاك والله وهشكر فيك كمان. الراجل ده ما عملش حاجه، يعني قال لهم لو سمحت باحترام امشي من قدام بيتي ما تبيعش مخدرات. مالهاش غابه يعني، هي مالهاش غابه. بس يعني هنا عند جامع التوحيد، وطبعا مش هنقول اسامي لان كل الناس اللي بتبيع هم عارفينهم وعارفين هم بيجيبوا منين وبيشتغلوا امتى، ولما الحكومه بتنزل هم بيمشوا. فيعني لو سمحتم الناس اللي قاعده في المركز يقولوا للناس اللي بتبيع مخدرات في البلد يخفوا مع الاهالي شويه. يعني انا لما واحد يرفع عليا مطوه زي دي، انا يعني واحد بيبقى عايز يجي يشتغل، بيبقى عايز يروح بيته وينام له ساعه يعني في هدوء. لو نام انا لما يترفع عليا مطوه زي دي انا مش هسكت. لما اجيب خشبه اديها له في نص دماغه انا هروح في مصيبه. اللي هتحاسب عليه في الاخر. تمام. انا هتحاسب عليا بحاجه منافقه. وانا عندي عيال، يعني في النهايه عندي عيال اهو. فانا مش عايز اروح في 60 دقيقه بسبب عيال بنت جزمه زي دي. فالمطوه دي تذكار من واحد بتاع مخدرات. وصل صوتك.